ناجيك يا حسين نسيت يفك قيد الوطن الأسير على ناجيك يا حسين نسيت ولاد الشعب يخلفوهم قتلوهم عدموهم 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 ولاد الشعب يخلفوهم القمع لا يرهبنا والخوف لا يفنينا والجماهير الشعبية تسكن نضالنا فينا القمع لا يرهبنا والخوف لا يفنينا والجماهير الشعبية تسكن نضالنا فينا القمع لا يرهبنا والخوف لا يفنينا والجماهير الشعبية تسكن نضالنا فينا القمع لا يرهبنا والخوف لا يفنينا والجماهير الشعبية تسكن نضالنا فينا والقمع لا يرهبنا جماهير ويا نظام البطالة ويا نظام العطلة. الله يخليكم كتبت في يدي كيقول لكم كل شيء رفاق اساس انه كل شيء يجلس لا قمع لا إرهاب ما يوقف مسيرة شعب 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 لا قمع لا إرهاب 25 سنة من تأسيس إطارنا العتيد الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعترين بالمغرب، والتي لا زالت محرومة لحد يومنا هذا من الاعتراف القانوني، والتي لا زالت تقمع وتحاصر ويغتال مناضليها ويحاكم مناضليها ومناضلاتها لا لشيء إلا أنهم يطالبون بحقهم العادل والمشروع في الشغل والتنظيم. كذلك 5 سنوات عن اغتيال رفيقنا الغالي كمال الحساني. كمال ورفاقه جماهير دموع حاملين علامهم عباد كمال ورفاقه جماهير دموع حاملين علامهم صغرتوا يا حبابي وغنوا قالوا معايا عباد كمال ورفاقه جماهير دموع حاملين علامهم. راح ضحيتها رفيق كمال الحساني من داخل مدينة بني بوعياش بعدما عاد من معركة التأسيس التي كانت بالدار البيضاء. كمال الحساني بين رفاقه وهو حاملا صور رفيقته في الدرب الشهيدة نجية عدايا، وهو حاملا صورة رفيقه في الدرب الشهيد مصطفى الحمزاوي. رويت بني بوعياش بدماء رفيق كمال الحساني، ورويت مدينة بني بوعياش بدموع الشهيد كمال الحساني ورفاق ورفيقات كمال الحساني. هذه الدماء لن تذهب سدى، هذه التضحيات لن تذهب سدى. أتينا اليوم أن لا زال في الدرب درب، ولا زالت في الجماهير بأرض الوطن، ولا زالت في الجمعية الوطنية من قناعات ومن مبادئ
مدا في الحركة كان أو جزر، مدا في الحركة كان أو جزر. أتينا لنقول أن قضايانا لا تتقادم، أتينا لنقول أن دماء الشهداء لا تجف، أتينا لنقول أنه دون الاعتراف القانوني بالجمعية الوطنية ودون القصاص من يغتال الشهيد والمتورطين الحقيقيين، لأنه حوكمت أداة الجريمة ولم يحاكم من اغتال الرفيق فعلا، لن نتنازل قيد علمنا عن دمه السائل في الأرض. قتل إرهابيون مجرمون مجرمون، قتل إرهابيون مجرمون مجرمون، قتل إرهابيون مجرمون مجرمون، قتل إرهابيون. نعم، غيروا ملامح مكان استشهاده، لأنه استشهد بهذا المكان قرب كشك الراحل متقي شهبار الذي كان معطلا في الجمعية الوطنية من داخل فرع ابن بوعياش، لكنهم لم يغيروا ملامح قضاياه ولن يزيغوا رفاقه عن دربه وعن قضاياه. إننا اليوم نؤكد أن الجمعية الوطنية لا تنسى أبنائها معتقلين كانوا أو شهداء. إننا نؤكد اليوم أننا أوفياء لقضايا شعبنا، وأننا أوفياء لقضايا شهدائنا، ومطالبين بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين. على درب الشهداء التقينا، وعلى درب الشهداء سنلتقي، وفي هذا الدرب سننتصر عاجلا أم آجلا. فالنصر للشعب، والنصر للجمعية الوطنية، والنصر لكل حليف القضايا ومتبني القضايا الحقيقية للشعب المغربي. فالمجد والخلود لشهداء الشعب المغربي وشهداء الجمعية الوطنية وشهداء التحرير على المستوى الأممي. دمتم أوفياء ودمنا كذلك، وتحيا نيرانية.